وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم وأولئك هم المهتدون ورحمة أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. جميعا نضع إلى الله سبحانه وتعالى أن يتقبل عبد الرحيم الحسناوي عنده بقبول الحسن. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمه وأن يغفر له. أنا لا يعني الكلام بعد الأستاذ عبد الإله مكيران حفظه الله صعب، إن كل ما يمكن أن تقوله قد قاله ووفى، ولكن ما دام طلب مني كلمة فأنا أزكي كل الذي قال من جهة وأنقل نفس الرسالة. لا بد أن نستمر على نفس النهج ونفس الخيار، خيار الأمن، خيار السكينة، خيار الطمأنينة، خيار الخير، وهو بإذن الله تعالى هو الأصل، وهو الذي له الاستمرار وله البقاء. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون في وفاة عبد الرحيم الحسناوي في داخل الجامعة نقطة النهاية للعنف داخل الجامعة. آمين. نتمنى أن يتعبأ الجميع وأن تصل الرسالة للجميع ويكتب الله سبحانه وتعالى هذه الحسنة في صحيفة عبد الرحيم الحسناوي. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتحقق هذا الرجاء. لا شك كما قال الأستاذ عبد الإله، وأنا سأحيل كثيرا على كلامه، يعني هذا حدث كبير، ليس يعني نسينا هذه الأحداث وكم تمنينا أن لا تكون وأن لا تتكرر، ولكن قدر الله وما شاء فعل. لكن لابد أولا أن كما سمعنا أن تتعبأ جميع الجهات لوضع حد للعنف. الجامعة نختلف فيها، لكن نختلف ونعبر عن آرائنا ونعبر عن اجتهاداتنا ونعبر عن تصوراتنا بوسائل التعبير المتاحة والمباحة والمطلوبة، وهذا من التدافع الإيجابي. لكن أن يكون هذا الذي جرى، نسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يكون. أتوجه إلى أسرته نفس الكلمة التي سمعها الأستاذ عبد الله من أمه سمعتها مرات ومرات عديدة من والده، وقد لازمته قليلا لهذا اليوم، كان يقول أنا وهبت الله. فهذا أبشر، الله سبحانه وتعالى لن يرد عليك هذه الهبة. نسأل الله أن يتقبله عنده بقول الحسن. نسأل الله أن ييمن كتابه وأن ييسر حسابه. دعوة لكل الشباب الحاضر هنا، يعني علينا أن نتعلم من مسار عبد الرحيم هذا الثناء الذي نسمعه من والديه، من أساتذته، من إمام المسجد، من معارفه، من كل من يعرف عبد الرحيم الحسناوي. الاجتهاد في التحصيل العلمي والأخلاق العالية الحسنة، وهذا أمر لا أحد بلغ فيه النهاية ولا أحد فاته أن يستدرك هذا الأمر. كل واحد فينا عليه أن يجدد العزم على أولا مواصلة التحصيل وعلى مواصلة التحسين أيضا لأخلاقنا ولسيرنا، لنكون كما أراد الله وكما أراد رسوله صلى الله عليه وسلم. نحن أيضا نحضر هنا في هذا العزاء لأننا نعتبر بأن عبد الرحيم الحسناوي لم تفقده أسرته الصغيرة فقط، ولكن فقدناه جميعا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمه. هو طالب في شعبة الدراسات الإسلامية، وأنا نيابة عن أساتذة شعبة الدراسات الإسلامية أقدم العزاء لأسرته في كلية الآداب بمكناس، وهم يدرسونه ويعرفونه حق المعرفة، وقد كان معنا عميد الكلية لعله ما زال معنا نعم، وأثنى عليه ويثني عليه نفس الثناء. فهنيئا له هذه الشهادة من كل من يعرفه ومن كل من له به صلة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل من الجميع وأن يوفق الجميع لما فيه الخير، إنه ولي ذلك وقادر عليه، والحمد لله رب العالمين.